السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حريات، بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ربنا يا رب يبلغنا رمضان أجمعين. ورمضان أيامه بتبقى والله جميلة، وأيام روحانيات ونفحات. نفحات في كل مكان. كفاية الزينة أصلا لوحدها بتحسسك كده ببهجة رمضان وتلاقي نفسك ماشية في الشوارع كده، اللي هو يعني ايامه، يعني حاسه بفرحه وايامه جميله والسعاده كده تدخل البيوت تلقائي لا ارادي كده، سبحان الله. فرمضان حقيقي بتبقى ايامه حلوه قوي، وبتبقى كمان فرصه حلوه لا تعوض لكل حد عاوز يبدا آه، يعيد حساباته، عاوز مثلا يرجع لربنا سبحانه وتعالى. فرمضان حقيقي بدايه ممتازه لاي حد بجد. طيب، موضوع النهارده اكلمك النهارده عن 5 خطوط حمراء في الهزار ما ينفعش ان احنا نتعداهم. كنت نزلت فيديو قصير عن الخطوط الحمراء اللي ما ينفعش ان احنا نتعداهم في الهزار، وقلت هنزل فيديو طويل اتكلم فيه بالتفصيل عن الموضوع ده. في هزار ممكن يقلب القعده كلها، وفي هزار يعني ممكن يضحك القعده كلها. قاعدين في لمه وبتاع، بتبقى تلاقينا بنهزر كده، بس بيبقى في حدود لازم نحطها للهزار بتاعنا. النهارده هقول لك على ال5 خطوط الحمراء دي اللي ما ينفعش ان احنا نتعداها في هزارنا مع اي حد. المشكله ان اغلبنا بيتخطى حدوده في الهزار، وهو فاكر ان طالما الناس بتضحك يبقى خلاص ما فيش مشكله. والحقيقه ان الهزار حاجه جميله وبتقرب الناس من بعض، بتخلي القعده لطيفه وجميله جدا. لكن لو في خطوط حمراء عدت، الهزار ممكن يتحول لاذى نفسي او ذنب، خساره ناس بتحبك، او ممكن تتحولي لحاجه ممكن تدمي عليها. في الفيديو ده هكلمك عن ال5 خطوط دول. بس ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو ده لكل البنات، كل الفتيات. اول حاجه، مشاعر الناس. في ناس عندها موهبه انها تضحك اللي حواليها، بس للاسف ساعات الضحك ده بيجي على حساب حد تاني. الهزار على الشكل او الوزن او البشره او مستوى المعيشه، وحتى الهزار على نقاط ضعف الشخصيه. وبنسبه 90% الشخص اللي بيتم الهزار عليه بيكون موجوع من جواه، بس بيضحك عشان ما يبانش انه ضعيف. ممكن حتى يكون بيضحك لانه مصدوم من اللي بيحصل او الموقف اللي هو فيه. ومش اي حد يقدر يقول لك الكلام ده زعلني. في ناس بتفضل تشيل جواها لحد ما تبعد فجاه. فالقاعده البسيطه هنا، لو الحاجه دي اتقالت لك هتزعلك، يبقى ما تقوليهاش حتى لو بهزار. في حاجه السمعه. الهزار ساعات بيكون عباره عن كلام بيتقال قدام ناس، بس اللي بيتسمع ممكن يفضل في دماغ ناس كتير. زي الهزار عن سلوك بنت او علاقاتها، او التلميحات اللي بتبان مضحكه كأنها بتسيب انطباع سيء جدا. والحاجه الخطيره جدا، الهزار عن شرف بنت او عرضها، او شرف بنت او راجل عموما، وده حرام جدا. سمعه البنت تحديدا حساسه جدا. كلمه هزار ممكن تتحكي قدام حد وتوصل لحد تاني، تحول من ضحك لشائع. والمشكله ان السمعه لما بتتاثر صعب جدا انها تتصلح. فيصل هنا تسالي نفسك قبل اي كلمه، هل الكلام ده لو حد صدقه ممكن يضرني او يضر غيري؟ لو الاجابه يبقى بلاش منه حتى لو كله بيضحك. ثالث حاجه، الاهل. والهزار عن الاهل من اكتر الحاجات اللي بتوجع. حتى لو الهزار ده لمجرد الضحك، او حتى اللي الشخص بيتم الهزار عليه ده بيضحك معاكي، ممكن احتمال كبير جدا زي ما قلت لك في اول فيديو عن هزار في مشاعر الناس، ان هو بيضحك من الصدمه، هو مصدوم انه محطوط في موقف زي كده. فنراعي جدا ان احنا ما نهزرش عن اهل حد، حتى لو هو هزر عن اهله. ده ما يدينيش الحق ان انا اهزر معاه عن اهله. في ناس بتهزر عن شكل الام او شكل الاب او مستواهم، حتى طريقه تربيتهم. رابع حاجه، القرارات المصيريه. وهنا الكلام هيكون للرجال والنساء مع بعض. الهزار في الحاجات اللي زي ديت غلط جدا. دي قرارات كبيره. الهزار زي مثلا الشغل، الدراسه، مستقبل حد، الجواز، الطلاق، وخصوصا الجواز والطلاق. هنا انا قلت الرجاله معانا لان الكلام ده يخصهم هم، لان الموضوع كبير جدا كمان شرعا. اغلب الناس اللي حوالينا بتستسهل الموضوع ده. نفسي بشوف مواقف كتير، اكون مثلا ماشيه في الشارع او ماشيه في مكان معين، الاقي الراجل بيحلف على مراته بالطلاق، ويعني هي غلبانه في البيت، هي مش عارفه حاجه. فاللي هو هنا اللفظ ده شائع جدا. فانت ما تعرفش اصلا ان دي حاجه كبيره جدا، وافرض لو وقع، يعني الموضوع ده مش سهل جدا. فالقرارات المصيريه دي ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار حرفيا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. فالحذر ثم الحذر في نطق هذه الاشياء، سواء على سبيل الهزار او الحلفان بها وما الى ذلك. الهزار في مستقبل حد، بنت لما يجي لها عريس مثلا وبتاخد رايك في حاجه فتقولها خديه بهزار مثلا، اللحظات اللي زي دي بتبقى عايزه كلام حقيقي، مش وهي ممكن ما تفهمش ان انت بتهزري. اتجوزيه وخلاص وجربي، لو ما نفعش اتطلقي. بنسمع حاجات غريبه. انت بتشتكي من صعوبه الكليه بتاعتها مثلا، فاللي تقولها خلاص سيبيها. للاسف هي ممكن تسمع كلامك تصدقك لمجرد انك قلتي الكلام ده بهزار او تكبير، يعني فض مجالس. الكلام ده ممكن يتقال على سبيل الضحك، لكن احيانا بيتزرع في دماغ الشخص بيأثر على قراراته. فالقرارات المصيريه مش مساحه للهزار ابدا، انها بتحدد حياه انسان سنين قدام. خلي بالك، ممكن كلمه تقوليها وانت بتهزري تكون سبب في قرار حد يندم عليه سنين عمره. خامس حاجه، ودي اخطر حاجه، الدين. في ناس بتتعامل مع الهزار على انه ملوش حدود طالما بيضحك وخلاص، لكن اهم حاجه ما ينفعش نهزر فيها وهي الدين. الهزار في الدين حاجه كبيره جدا، قد تكون كبيره من الكبائر. حتى ان بعض العلماء بيقولوا بيهزر في الدين او بيستهزأ في الدين او بيستهزأ بالدين او بعض العبادات وهو قاصد ده، متعمد ده،
فقد كفر كفرا مخرجا من المله. الموضوع مش مجرد هزار، لان الدين مش حاجه شخصيه، دي حياه، دي اساس حياه انسان. احيانا الناس بتقول جمله وبتضحك وهي مش واخده بالها انها بتستهزئ بحاجه كبيره جدا. والمشكله ان حاجه زي كده بتخلي القلب يتعود على الاستهانه، ودي خطوه خطيره جدا. خلي بالك وانت بتهزري، لما الهزار يقرب من الدين لازم تقفي فورا. واخيرا الهزار نعمه وبيخلي حياتنا خفيفه وجميله، لكن انه يكون بدون اذى لينا او اللي حوالينا، او انه يكون بعيد عن الدين. ولو عرفنا نحط حدود هنعرف نضحك ونحافظ على نفسنا ونحافظ على اللي حوالينا. وافتكري ان الكلمه حتى لو اتقالت بهزار ممكن توجع بجد، ممكن تبني علاقه او ممكن تكسرها، ممكن تاخدي ذنب عليها، والابشع ممكن ربنا يعافينا واياكم انها تكفر الانسان وهو مش عارف. نخلي بالنا ونحط ال5 حدود دول في هزارنا عشان نهزر براحتنا.